حلو الواحد يتثقف يتعلم. انما البرنامج اللي انا شفته عبارة عن برنامج ثقافي في ايش؟ في المطربين والمطربات والاغاني والالبومات. ففضيلة الشيخ المذيع هذا قاعد يسأل الناس شوفوا التفاهة، شوفوا تفاهة هذه المحطة، واللي للأسف شايلة اسم دولة، مسوي برنامج يسألون الناس أسئلة ثقافية عن المطربين، عن حثالة القوم، عن زبالة المجتمع، عن جزم المجتمع. نعم حبربش المجتمع، مسوي لهم برنامج نبي نثقف الناس عن حياة المطربين والمطربات. فالأخ الفاضل المذيع يسأل ما اسم أول ألبوم للمطرب راشد الفاسد؟ نعم، والناس تتصل ولا الألبوم لا، وبعد المشكلة أن في إقبال من الناس. من مؤلف أغنية كذا وكذا؟ اللحن الفلاني للأغنية الفلانية مين ملحنها؟ نعم. المطرب عبد المجيد غضب الله كم أغنية غنى لحد الآن؟ دبدوب الخليج كم ألبوم منزل لحد الآن؟ بريعصي الخليج كم لحن لحنه في حياته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل احنا وصلنا من التفاهة؟ لا، والمذيع عنده ثقافة. واحد من المتصلين اتصل فيه قال شو اسم أول ألبوم للمطرب راشد الفاسد؟ قال له والله يا أخي ما أعرف. فايش رد على المذيع؟ معقولة ما تعرف اسم أول ألبوم حق هذا المطرب؟ شوف شلون مستنكر، وكأن الواحد استغفر الله العظيم ما حافظ القرآن، وكأن الواحد نسى اسم الرسول، نسى اسم الصحابة، نسى اسم عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق. معقول ما تعرف أولا؟ إيه معقول ما أعرف؟ طز فيك وفي المطربين كلهم. هل احنا ناقصين برنامج من هذا النوع؟ نبي نعلم الثقافة الغنائية للمشاهدين؟ نعم صراحة عندنا بعض المحطات القائمين عليها ناس يبي لهم بس الواحد يفسخهم وبالخيازرين يلشط فيهم. يعني انقصت الأفكار، قلت الأفكار، قلت المواهب والإبداعات والبرامج. صرنا ما عندنا إلا نسوي برامج عن الفن وعن المطربين وعن مدري إيش. واتذكر قبل كانت في بعض البرامج لا زالت يمكن اختي ما دام انت اتصلتي ما عندك اغنيه تغنينها، وتروح هذه الانسانه الساذجه بعد تروح تغني. مسخره عايشين في هذا الزمن، قمه الانحطاط. الناس محتاجين تثقيف ديني، محتاجين وعي، محتاجين ارشاد. نروح احنا نسوي برنامج عنا ان شاء الله ما عرفنا البوماته ولا عرفنا اغانيه، طز فيه وفي اللي خلاه مطرب، وفي اللي طلعه في القنوات الفضائية، وفي اللي يسأل، وطز في المسؤول بعد. والمشكلة ان في اقبال من الناس، المشكلة ان هناك سذج يتصلون. انت يا اخي قاعد تساعد هالقناة على الانحطاط والفساد ونشر ايش؟ ونشر للأسف الجهل في الناس. هذا جهل. معقول ما تعرف؟ مستغرب. معقول ما تعرف اسم المطرب؟ ايه يا اخي ما اعرف اسم المطرب ولا ابي اعرفه. فلا حول ولا قوة الا بالله. صراحة انا قعدت اشوف البرنامج اقول وصلنا، يعني خلاص امة الاسلام ما فيها مشاكل. المحاصرين في غزة، البلاوي الزرقاء اللي قاعد تحدث في افغانستان، مشاكل السودان، مشاكل الصومال، مشاكل العراق، مشاكل الدول العربية، الدول الإسلامية، كل حروب في مشاكل وقتلى يوميا. خلاص نسينا مشاكلنا، صرنا نعلم الناس الانحطاط والجهل. نسوي برنامج يسأل الناس عن المعلومات الفنية. والله المطرب هاي ايش غنى، المطرب هاي ايش لبس، والمطرب ايش كل المطربين تحت عالي، كل المطربين تحت عالي، وقدرهم المجاري. نعم